السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء عليكم يا ملوك، ملوك قناة الملك اليوم، أهلا بكم. عايز أقول كلمتين كده بصراحة خانقني، مش عارف أبلعهم. مش عارف أبلعهم والله من اللي أنا شايفه. طبعا أكيد معظم الناس كلها اللي بتتفرج عليها عارفة إن أنا فن دش وزي ما أنتم شايفين كده. زي ما أنتم شايفين كده. زي ما أنتم شايفين كده. يعني اللعبة في إيدي يعني، زي ما بيقولوا يعني. بصوا يا جماعة، في قناة اسمها قناة الجزائرية، في قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات، في قناة بين سبورت اللي بتفتح كل يوم الساعة 4 الفجر بتذيع ماتش واحد. تمام. في قناة اسمها تشات تبع اثيوبيا. في قناة مغربية تي ان تي او حاجة زي كده، مغربية على العرب سات. ماشي. في كذا قناة، اكتر من 6 قنوات او 7. تمام. القنوات دي كلها بتبث، كل قناة مختصة ببلدها، كل قناة مختصة بمنتخب بلدها. طبعا مسموح لها من شركة بين سبورت القطرية. طيب انا سؤالي هنا للشركة القطرية دي، هم المصريين، مش المصريين يعني مش من ضمن الحسبان؟ ماشي. اولا بص، المصريين مش هيغلبوا. المصريين ما بيغلبوش في اي حاجه. قسما بالله انا مشغل عندي البين سبورت الرسميه بتاعتهم. تمام. انا مشغلها عندي. بس انا بتكلم عن الناس اللي نفسها تشوف ماتش، انت تشوف منتخب بلادها بيلعب قدامها وتشجعها. الناس البسيطه اللي هي لما بتعرف ان منتخب مصر بيلعب نفسها تتفرج وتشوفه. الناس اللي شغاله في شركه بين سبورت، انتوا ناسين ان في بلد اسمها مصر بعظمتها وشعبها والنسبه المهوله اللي فيه. يعني الشعب المصري ده ملوش عندكم اي حقوق ان انتوا حتى تفرحوه ولو بماتش. يعني الشعب المصري ده بالقوه البشريه اللي فيه دي، انتوا مش عايزين تفرحوه ولو بماتش واحد من ال3 ماتشات دول، ان هم يتفرجوا على منتخب بلادهم. انتوا سامحين لي الجزائريه، سامحين لي القناه المغربيه، سامحين لي قناه الشادي اللي هي باللغه الفرنسيه اللي ملهاش لازمه خالص، سامحين لي قناه ياما. ليه البين سبورت المفتوح على النايل سات انتوا مش سامحين لي لماتشات منتخب مصر؟ ليه يعني؟ ليه؟ انتوا ناسيين ان تيشيرت منتخب مصر هو اللي مشغلكم؟ تيشيرت منتخب مصر في اي بطولات افريقيه هو اللي مشغلكم. بصوا على النجوم اللي على التيشيرت، انتوا تعرفوا. انتوا انتوا دلوقتي، يعني الشعب المصري ده عامل ماله؟ عامل لكم ايه؟ هو عامل لكم ايه الشعب المصري؟ عامل لكم ايه؟ خلي عندكم رحمه وبصوا ماتشات منتخب مصر للشعب المصري يتفرج عليه. زي ما انتم سامحين للجزائريه، وسامحين للقناه المغربيه، وسامحين للتشاد اللي هي مالهاش لازمه، اللي محدش فاهم منها اصلا اي حاجه. خلوا الشعب المصري يتفرج. مفيش حد يتكلم خالص في الموضوع ده، انا اللي هتكلم فيه. يا رب بس الفيديو ده يوصل لهم، يوصل لاي حد تبعهم. الشعب المصري مش وحش. الشعب المصري هو اللي عامل لكم من نسبه مشاهده عاليه في الوطن العربي كله. يعني اقعدوا كده حضرتك كده في التكييفات عندكم في قطر هناك، وشوفوا كده اكبر دوله عربيه عليها نسبه مشاهده على قنواتكم، هتلاقوا الشعب المصري. يا عم انتوا زهقتونا وقرفتونا يا عم، قرفتونا والله بقنواتكم دي، والله قرفتونا. انما يا جماعه شيروا الفيديو دوت، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس.